المرجع شغله حيض ونفاس. يقول المرجع شغله أحكام شرعية وشغله فقه. يعني شنو بين قوسين؟ المرجع شغله حيض ونفاس. يقولوها لو ما يقولوها؟ دائما يقولوها. المرجع حيض ونفاس ونجاسة وطهارة. إخواني، ليش هذا الاستهانة، هذه الاستهانة التي توجه إلى هذا المقام؟ المرجع ليس بهذه الطريقة السهلة يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية. المرجع عمره من عمره إنه 15 سنة 10 سنوات هو بين الكتب إلى أن يصل عمره ويموت وهو بين الكتب وبين مطالعة روايات أهل البيت عليهم السلام حتى يستخرج هذا الحكم الشرعي. فلماذا هذا التوهين؟ وليش؟ مو احنا قرأنا الروايات تقول أمين على حلالنا وحرامنا، يعني اللي يبين للناس الحكم الشرعي واللي يبين للناس الحلال والحرام هذا صار يستهان به. بعض الناس يقول أنا العالم عندي فقط هذا اللي يصنع الطائرة ويصنع كذا. هذا كلام أهل البيت وين يروح؟ أشرف العلوم هي علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن دور المرجعية مو بس فقط دور الإفتاء، وإنما دور القضاء ودور الحكم بين الناس. لا تتصور المرجعية فقط حكم شرعي ومسائل شرعية موجودة في المكتبة وانتهت. وحتى هذه المسائل الشرعية وهذه الروايات اللي وصلتنا، وإحنا الأحكام الشرعية مستندة إلى روايات، هذه بذلت الدماء من أجلها. تشوف بأنه العالم والمرجع يخرج من منطقة إلى أخرى يمشي 10 أيام بالطريق من أجل أنه يحصل كتاب من الكتب موجود في المكان الفلاني، يبذل الدماء من أجل أن يحافظ على هذه الروايات.